سلام البنات، صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. جيتكم في فيديو جديد اللي نتمنى ينال اعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس قبل ما تبداو المشاهده. حنحضروا اليوم البقلاوه التركيه. كنت قليت الكاوكاو اللي هنا نقليه فوق المقله باش الفور يحرق لي شويه، ولازم تعسيه. انا ما عنديش الوقت نحب فوق المقله حتى اذا نسيتو نشوفوا نتفكروا. عندنا هنايا درت 4 كيلات كاوكاو وكيله غير ربع تاع سكر عادي. السكر حبيتي تنقصي تقدري تنقصي، يعني نشتيها حلوه، وكذا كنتي ما تشتيهاش حلوه ديري نص كاس سكر برك باسكو من بعد تتعسل، مش لازم ديري نفس الكميه. هنا الزبده ندير ستار، دائما نستعمل فيها ستار، واذا عندك شوي سمن تنجمي تخلطي مع ستار سمن تهز لك. شوفوا العجينه تاع الفيلو انا دائما نستعمل هذه العجينه هذه تاع الفيلو، تهز لك باكي ونص زبده ستار، باكي ونص. واذا حبيتي النص هذاك ديريه سمن ثاني تخرج لك توب، يعني مش لازم كلش الزبده. هنايا طرف قرفه ديري مغرف صغيره ولا 2 مغارف حسب انتي ديري وذوقي حسب واش تشتي القرفه. هنا ميلونجيت الكاوكاو مع السكر مع القرفه. انا هنا اني ميزاني ونذوق ندير ونذوق. دوك اذا انت حبيتي المعيار ديري مغرف صغيره نتاع قهوه وخلاص. انا من النوع اللي نحب الكو تاع القرفه، ندير من مغرف صغيره حتى المغرف ونص. خلطي كلش مع بعضه وزيدي القرفه بشوي، ما تزيديش كلش على بعضه، وعاودي خلطي مليح كيما تحسي باللي تميلونجاو لك الكاوكاو والسكر والقرفه مليح. من بعد نجيبو ما زهر اللي تكبيه بشويه. هنا ما زهر اذا حبيتي نعطيك بالمغرف ديري واحد ما يعادل 4 ملاعق كبار ما زهر. عندنا فرد ما زهر تبالي في الجزائر، هذا هو اللي نستعمله. من هي اذا انت من النوع اللي كيما انا عينك ميزانك ديري حتى تحسي العجينه بدات تلمس تبقى في نفس الوقت مفتته، يعني ما توليش عجين. شوفي كي تحطيها هكا تتفورما، بصح راهي كي باقيه مفرقه، يعني ماهيش كيما نقولوا ملمومه. زيدي الماء زهر حتى تقولي لا باس. لهنا نجيبو زوج كيف يسميوهم هذو، 2 طبقات من العجينه تاع الفيلون، ونبداو ندهنو بشويه في الزبده. حاجه البنات حاولوا تمشيو الزبده باش ما تجيكش جهه زي وجهه زي، حاولوا تمشيو الزبده مليح وما تبليش لاباط تاعك طولطو. حاولي تمشي على قد ما تقدري وما تبليش لاباط تاعك حتى تولي دقاطر بالزبده، باسكو من بعد تحصلي فيها كيفاه ديري لها. هذه هي كي تبليها وسع فيها. شوفوا حاجه مش مليحه في العجينه تاع الفيلو، هشيشه فوق الشيء، وكي تجبديها اصلا من الساشي تلقيها كل مقطعه. شوفوا كيفاه هذه راهي مجبوده من الساشي هكا مقطعه. دونك اذا نصيحه اذا انت قلقانه ولا مزروبه ما تخدميش البقلاوه التركيه بعجينه الفيلون هذه تاع برا. هنا نطويو الطرف الاول هذا نطويوه، ومن بعد نبداو نحطوا الحشو. في الفيديو هذا راحت لي الهضره. نبداو نحطوا الحشو بغيتي ديريها رقيقه بغيتي ديريها خشينه شوي، كل واحد كيفاه يساعدو. انا كنت درتها رقيقه، هذا الحشو اللي راكم تشوفوا فيها ودار لي حبات رقاق. اذا انت بغيتي هذاك تقدري تزودي الكميه تدوري عليه الدبوس هذاك اللي ديروه في العيد الكبير، وتعاودي تدوري عليهم بشويه حتى توصلي على هذا الشكل. من بعد في التفراغ تاعها في الصينيه تجي تكمشيها بشوي وتسحبي هذاك الدبوس شوي بشويه. الاستيوس تاعها كامل كيفاه تروليها على الدبوس هذاك وكيفاه تجبديها بشويه برك وخلاص. هذه هي النتيجه النهائيه البنات بعد ما عسلتها. تخليها حتى تبرد خلاص وتلوحي عليها العسل سخون، سينو هي سخونه والعسل بارد. العسل ديري فيه قطره تاع ما زهر باش يعطيك الريحه برك، جات مقرمشه هايله. وشوفوا واش حمراء طابت يعني روعه. ومام الطياب في الفرن ما تطولكش خلاص 20 دقيقه طيب لك من الفوق ومن التحت. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس كالعاده.